لو بدأت تتعلم برمجة أو حتى خلصت كذا كورس ولسه مش قادر تطور مشروع فعلي، في حاجة واحدة ممكن تغير كل ده: فهمك الحقيقي لداتا ستراكشرز. ليه؟ لأن ده هو الفرق بين مبرمج بيكتب كود ومبرمج بيصمم حلول. في الفيديو ده هقول لك كل حاجة ببساطة وعملي. يلا نبدأ. داتا ستراكشرز ببساطة هي الطريقة اللي بنرتب بيها البيانات في الذاكرة. زي إيه؟ زي list أو array، set، dictionary، stack، queue، tree، graph. كل واحد من دول ليه وظيفة مختلفة ومناسبة لحل معين. مثال بسيط: لو عندك برنامج to do list، ده تستخدم list علشان ترتيب المهام. لكن لو عايز تتجنب التكرار، استخدم set. عايز توصل بسرعة لحاجة معينة، استخدم dictionary. يلا نطبق عملي. افترض معايا إنك بتبني تطبيق لحجز مواعيد، وعايز تتأكد إن كل مستخدم ليه ميعاد واحد بس. لو استخدمت list هتحتاج كل مرة تدور وتشوف إذا الاسم متكرر. لو استخدمت set خلاص التكرار مش وارد أصلا. طيب تخيل عندك شات بوت وعايز تحفظ الرسائل اللي اتقالت آخر 10 مرات بس. الحل Q، لأنها تشتغل بنظام أول رسالة تدخل هي أول رسالة تخرج. FIFO. عايز تطبق undo في برنامج، استخدم stack. كل مثال من دول ممكن تلاقيه في شغلك أو مشروعك يوميا. لو ما فهمتش الداتا ستراكشر صح، الكود بتاعك هيبقى بطيء ومعقد حتى لو شغال. طيب دلوقتي مقتنع إنك لازم تتعلمها. السؤال المهم: أبدأ منين؟ أول حاجة اتعلم البيسك ستراكشرز: list، set، dict، tuple. بعد كده خش على الادفانسد شوية: stack، queue، linked، list، tree، graph. استخدمها في مشاريعك الحقيقية. جرب تعمل تطبيقات بسيطة بس تبنيها من الصفر باستخدام الاستراكشر المناسب. فرق بين الاتنين كبير. مبرمج مش فاهم داتا ستراكشرز بيكتب كود كتير، مش بيقدر يحل مشاكل معقدة. الكود بتاعه بيهنج ومش بيسكيل. مبرمج فاهمها بيحل المشكلة بأبسط كود، عارف يختار الأنسب، والانترفيو بتبقى بالنسبة له لعب عيال. عشان كده معظم أسئلة مقابلات العمل بتعتمد على فهمك للديتا ستراكشرز. دي كانت مقدمة سريعة بس عملية عن ليه ديتا ستراكشرز هي سلاح المبرمج الحقيقي. لو عايز أبدأ أشرح كل واحدة منهم بأمثلة حقيقية، اكتب لي في التعليقات وخليني أبدأ السلسلة.